وهيبة. نعم يا ستي. حطي الغدا بتاع توفيق في طبق وفضي الحلل واغسليهم معاكي بالمرة. حاضر. انا عارفة توفيق اتأخر كده ليه. ما تعرفش اخوك راح فين يا سامي؟ تلاقيه في الوزارة عمال يبرطع ورا البعثة بتاعته. وهو فيه وزارة لحد دلوقت؟ دي الساعة تطلع لها 3 وزيادة. يعني هيكون فين يا ماما؟ انا عارفة يا ابني، ملوش عادة يتأخر لحد كده. يا ستي يا ريتني كنت زيه، فاضي وحر نفسه ولا وراهوش هم، مش زي حالاتي. وهم ايه ده اللي انت شايله فوق دماغك من دلوقت؟ هم الجواز اياه. والله يا ماما انا كل ما افكر في الحكاية دي راسي تلف. مش متصور ازاي هكون زوج بعد 1 ولا 2 سنة. 1 ولا 2 يا راجل؟ احنا مش متفقين قدام اختك سميحة انك هتكتب الكتاب وتخش رابع يوم العيد؟ احنا اتفقنا نكتب الكتاب بس، انما امتى اخش اهي دي بقى ما اتفقناش عليها. كده يا ماما عاوزاني اكتب الكتاب واخش في ليلة واحدة؟ مش معقول. بقى بعد 30 سنة حرية عاوزين تكروتوني كده في 3 شهور؟ ده حتى حرام عليكم. انا كنت رايح انام، عن اذن. تعال هنا يا راجل فهمني. كويس انك فتحت الموضوع. لا مفيش داعي نقفل. تعال هنا فهمني. وش اخرة خطوبتك لسعاد اللي بقالها 2 سنين وزيادة دي؟ فعلا ايه اخرة خطوبتي لسعاد؟ وهتفضل معلق بنات الناس جنبك كده لامتى؟ ما هو بقى يعني كده. قولي، هي سعاد مش عاجباك في حاجة؟ لا ابدا، بالعكس. سعاد دي بنت خالتي ومؤدبة وعجباني في كل حاجة، انما بقى تكونش حاطط عينك على حد تاني. هو انت يا ماما عارفاني بتاع كلام من ده؟ امال ايه؟ مش عاوز تخش ليه؟ لا انا بقول يعني انا متهيألي ان انا لما خطبت سعاد كنت لسه صغير برضه ومش فاهم الدنيا كويس. ليه؟ كان عندك 27 سنة وزيادة وكنت موظف بقالك 4 سنين. كنت في الدرجة السادسة ومن يومها وانا لسه في الدرجة السادسة. وفيها ايه يعني؟ وما تتجوزش ليه وانت في الدرجة السادسة؟ مش بس الواحد يستنى لما ياخد الدرجة الخامسة وبعدين يتجوز؟ في حد يتجوز وهو في الدرجة السادسة يا عالم؟ يا ابني لو كنت هتستنى الدرجة الخامسة مش متجوز في سنتك. ومين قالك ان انا مش هاخد الدرجة الخامسة السنة دي؟ ايه على الله. ده انا بقالي 1 سنة وزيادة وانا بجري عليها وخلاص اهي فرجت. في 3 درجات 5 في الكادر الجديد، وانا و20 واحد بس في المصلحة اللي مرشحين ليها. بس 20؟ ايوه، وليك عليا اول ما اخدها اخش على طول واخلف كمان اذا حبيتي، بس اخدها الاول. بقى ده اسمه كلام يا اخواتي؟ هتبت ما هو توفيق اللي بيخبط ده يا ست. باركولي كلكم زغرات يا موهبة. اتأخرت كده ليه يا توفيق؟ خير يا ابن اللهم اجعله خير. بس يا وهيب عقلي. هسافر فرنسا في ظرف اسبوع واحد من دلوقتي. فين الشنطة؟ هاتوا الشنطة. فين هدومي هاتوا هدومي. ايه الهوسة الكدابة دي يا ولد؟ ايه الحكاية يا توفيق؟ خلاص مجلس إدارة الجامعة وافق. الوزير مضى الورق النهارده. هسافر في بحر اسبوع او 2 على الاكثر. تسافر فين ان شاء الله؟ من فضلك اسكت انت. ايه؟ خليك في حكايه جوازك والدرجه الخامسه. لا يا شيخ. لا يا شيخ. مسافر يا بيه، رايح فرنسا، رايح اوروبا، هشوف العالم فيه ايه. ايه رايك يا ماما في الخبر المدهش ده؟ الله، انت ساكته ليه؟ انا بصراحه يا ابني مش فاهمه انت عاوز تسافر ليه وتسيب وظيفتك في الشركه؟ وهي دي وظيفه دي؟ ليه يا ابني؟ مالها؟ مش على الاقل بتاخد لك 20 جنيه وانت لسه ما بقالكش 6 اشهر؟ اكتر مني انا اللي بقالي 4 سنين موظف حكومه. هو عاجبه ال 20 جنيه؟ طبعا ما تعجبنيش. طب بس قوم اقلع هدومك الاول وكل لك لقمه. انا مش فاهم يا ماما، انت مش راضيه تصدقي ليه ان الوزير مضى الورق خلاص؟ يمكن نسافر بعد العيد على طول. والله يا ابني بعد العيد ما يتفت الكحك. يعني ايه؟ يعني تخليك في الشركه بتاعتك وربنا يفتحها في وشك ويرزقك ببنت الحلال اللي تريح قلبك. انت كمان عاوزه تجوزينا انا راخر؟ اشمعنى انا يعني؟ يا اختي هو الجواز دعوه؟ انت البكري يا بيه، البكري موظف قد الدنيا في الدرجه السادسه. ايه حضرتك بتتريق؟ انا بتريق؟ لا ما هو انتوا هتتخانقوا سوا ولا ايه يا ولاد؟ ما تكلموا بعض احسن من كده شويه. الغدا يستوفيه، الغدا يستوفيه. يلا يا وهيبه قومي نفضي الصالون، زمان اسماعيل بيه جاي الساعه بقت 5. اي والله، بس لما اروح اصحي سامي الاول. تعالي انت افتحي الباب وانا هصحيه. لا يكون ده اسماعيل بيه. على كل حال انا كنست الصالون امبارح وملحقش يتوسخ. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. جيتي امتى؟ دي ست سميحه يا ست. ايه سعيده يا ام وهيبه. سعيده يا ماما. سعيده يا حبيبتي. اهلا يا حبيبتي. طب مش كنت تبعتي لنا جواب تقولي انك جايه؟ قلت لفريد كده، قال لي على ايه يا شيخه؟ وفريد ما جاش معاكي ليه؟ عنده شغل كتير، ده من يوم ما اتنقلنا اسكندريه وهو بيشتغل صبح وبعد الظهر يا عيني. اهو واخد علاوه، احمدي ربنا. وزيك انت يا ست سميحه؟ الحمد لله يا ام وهيبه. وزيكم انتوا، والنبي وحشتوني قوي يا ماما. يا حبيبتي وهتقعدي كتير على شفت السكه يا حبيبتي؟ احنا فين واسكندريه فين؟ والله انا لو كان بايدي ما كنت سبت مصر عمري. اهي اسكندريه كويسه